اهلا بكم اصدقائي. لما نعمل رز بلبن بتست المحلات ممكن يكون عامل ازاي؟ لما نعمله دسم وطعم جدا والوش بتاعه مكرمش ممكن نعمله ازاي؟ نعمله بمكونات بسيطه جدا وموجوده في البيت. كيلو حليب عليه شويه اضافات، برضو قدمت لك البديل لو مش متاح ليكي. التزيين ما ترتبطيش بالتزيين ده، زيني بالطريقه اللي انت بتحبيها وبالامكانيات اللي موجوده عندك. ده رز بلبن فرن اللي بيتباع في المحلات وكلنا عارفين سعره كام. عملت رز بلبن عادي جدا، حطيته في البرام تحت الشوايه بقى بالتحفه ده. وده رز بلبن للي بيحب الكاجو، للي بيحب التقليدي جدا الزبيب وجوز الهند، لقطع وبشر الكيت كات، للرز بلبن بالشوكولاته. عايزه اقول لك انا عاشقه للرز بلبن الساده، بحس بطعم الرز بلبن فيه حلو جدا. المقادير سهله وممكن تستبدلي كل الحاجات اللي انا ضفتها وقلت لك على البدايل اللي موجوده في حين ان انت تطلعي التحفه دي. المقادير سهله والمكونات بسيطه جدا. ادخلي معايا الفيديو هتلاقي المكونات سهله جدا وبسيطه. علشان اعمل رز بلبن بنكهه المحلات ودسم ومكرمش بالظبط، لازم اكون محتاجه لبن كامل الدسم، ويكون لبن موثوق منه دسم جدا. ومحتاجه كوبايه من الرز. هغسل كوبايه الرز، مره بسيطه من الملح، وهسيب الرز يتشرب كل الميه دي. على الناحيه التانيه هسيب اللبن يغلي من غير اي حاجه. الرز اتشرب الميه، مش المفترض انه يستوي، هو هيكمل السواه في قلب اللبن. فانا هشيل الرز من على النار وهضيف اللبن في الاثناء ده بدأ يغلى. لكن قبل ما اضيف الرز على اللبن المفروض ان انا اطعم اللبن ده واخليه دسم اكتر من الدسامه اللي هو موجود عليها. طيب انا هطعم اللبن ده ازاي؟ هضيف عليه معلقه من الكريم شانتيه، معلقه من اللبن البودره، هضيف عليه كيس من الفانيليا، هضيف عليه معلقه من الكريم البستري. لبن هياخد دسامه غير طبيعيه. السكر على حسب الرغبه، انا هضيف 3 معالق وانتي على حسب رغبتك. هنزل بالرز وهقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها. لو انت عندك قشطه ممكن جدا تضيفي عليه القشطه، هتخلي طعمه خطير. ما عندكيش قشطه او ما عندكيش اي حاجه من الحاجات دي ممكن تكتفي بمعلقه كبيره من الزبده. هوريك الوش اللي الرز عامله. طيب هو تقريبا استوى، فانا هديله، عشان انا ما حطيتش نشا، انا هديله فرمه بسيطه الهاند بلندر وهرجعه على النار تاني. الطحنه اللي اديتها له بالهاند بلندر دي هي اللي هتطلع لي النشا اللي موجود في الرز. هو هديله بس غلوه على النار وبعد كده هقدم لك كام شكل للتقديم وانت اختاري اللي يناسبك. هضيفه في البرامات وهولع عليه الشوايه بتاعه الفرن. دول اللي دخلوا الفرن تحت الشوايه. وده رز بلبن الساده. طبعا اللي بالساده ده حضرتك ممكن تزينيه بالمكسرات المتاحه بالنسبه لك او المكسرات اللي انت بتحبيها. انا هنوعه، انا هزينه كل انواع المكسرات. ده اولا كاجو، لو مش متاح عادي جدا مش ضروري. طبعا ده المعتاد او التقليدي جوز الهند. انا كاكله وسهريه انا عاشقه للرز بلبن الساده، ما بحبش اضيف عليه اي حاجه. وطبعا ده بيرجع لرغبتك انتي لما تحبي تعملي حاجه مختلفه. ده بشر الشوكولاته بتاعت الكيت كات هنضيفه على وش رز بلبن، يبقى رز بلبن بشوكولاته الكيت كات. حاجه كده بصراحه خيال. قطعه من الشوكولاته. وبكده اقول لك استمتعت جدا معاكي بالفيديو. يا رب اكون فدتك ولو بمعلومه بسيطه، واستودعكم الله واشوفكم فيديو تاني جديد.